السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحج. اليوم إن شاء الله هنعمل مع بعض عصير البابايا والبرتقال. البابايا من الفواكه الاستوائية اللي كلها فوائد كتيرة، فيتامينات ومعادن رائعة، طعمها قريب من الشمام ومن القرع، فهي دلعة شوية، لهيك بنضيف معاها شغلات تانية في العصير. زي ما انتم شايفين أنا قطعتها من النص وبحاول أرفع البذر اللي جوا بالمعلقة. بدي أقشرها. أول شي خليني أقطعها قبل ما أقشرها. بقشرها وبقطعها، وبدي أعمل معاها عصير برتقان. ممكن تعملي معاها موز، ممكن تعملي معاها جوافة، ممكن تعملي معاها أناناس، في كتير شغلات ممكن تضيفيها معاها. الآن ضفت عصير البرتقان مع السكر حسب الرغبة، بضربهم بالخلاط، وهيك أطيب وأسهل عصير بابايا، تحفة. قوام البابايا مع العصاير ولا أروع من هيك. يا ريت تشيروا الفيديو عندكم حتى يشوفوا أكبر عدد من أصدقائكم، وشكرا لمتابعتكم، حياكم الله.